صوت الجامعة محمد عز من كل أسبوع من الساعة 7 إلى 9 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر لكل مصر. مساء الخير على كل مستمعينا مستمع راديو شباب مصر. ان شاء الله النهارده اول حلقه من برنامجكم صوت الجامعه. يعني ايه صوت الجامعه؟ يعني ايه صوت الجامعه؟ صوت الجامعه يعني هتلاقي عندنا كل اخبار اقسام كليه الاداب واخبار الجامعه. هيكون معانا مراسليننا من جميع اقسام الكليه علشان يعرفونا كل حاجه عن كل فرقه في الكليه. وهيكون معانا مين تاني يا احمد في حلقتنا؟ هيكون معانا طالب من الاتحاد محبوب وسط دفعته، وهو محمد صابر امين اللجنه الرياضيه من كليه الاداب جامعه الزقازيق. يلا بينا مستمعينا نطلع فاصل ونرجع مع اول فقره في برنامجكم صوت الجامعه، وهي اخبار الاقسام. استنونا. صوت الجامعة مع محمد عز يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 7 إلى 9 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر لكل مصر. رجعنا لكم من الفاصل ومعاكم محمد عز واحمد المحلاوي ولمده ساعتين على راديو شباب مصر في برنامجكم صوت الجامعه. يلا نيجي بقى لفقره الاخبار. معانا اول قسم كده ان شاء الله قسم التاريخ. اتفضل يا احمد. الفرقه الاولى الدكتور عز سلطان في ماده مدخل لعلم التاريخ. تم تحديد المنهج، سيتم تحديد المنهج في اخر محاضره اللي هي المحاضره الجايه. دي اول ماده. تاني ماده بتاعت الدكتور عبد الرحمن بشير في ماده تاريخ العرب قبل الاسلام، ولغى والملغي منها من صفحه 106 لحد اخر الكتاب. الماده الثالثه هي ماده تاريخ اليونان، دكتور ابراهيم السايح. قال لك تم اختيار 3 مواضيع، يعني كل واحد من الفرقه من الدفعه هيختار 3 مواضيع، اي 3 مواضيع هو عايزه من اصل 13 موضوع. الماده الرابعه تاريخ اوروبا الحديث من دكتور محمد عثمان. تم لغى فيها فصل حرب نابليون الامبراطورية، وفصل مؤتمر فيينا من سنة 1715 ل 1814. المادة الخامسة حقوق الإنسان بتاع الدكتور بسيوني. القانون والميثاق الأخلاقي دول أهم حاجة، القانون والميثاق الأخلاقي وحقوق وواجبات الطلاب. المادة السادسة تاريخ أوروبا في العصور الوسطى بتاعت الدكتورة زينب، لسه هتحدد المحاضرة الجاية إن شاء الله. آخر مادة تاريخ وحضارة مصر القديمة بتاعت الدكتور هليل. الملغي فيه الفصل السابع، والمهم الفصل الثاني والخامس والثامن بنسبة 90%. دي الفرقة الأولى. الفرقة الثالثة الدكتورة سامية أول 4 فصول، شرحت أول 4 فصول. الدكتور رضا الكتاب كله مقرر. الدكتور محمد عثمان امتحان يوم السبت. ومعاكم مكملين لسه فقرة الأخبار مع محمد. اتفضل يا محمد. معانا بقى قسم جغرافيا. طبعا انتوا عارفين ان انا واحمد اصلا قسم جغرافيا، تمام. ناخد كده بقى ايه الفرقه الاولى مع بعض. ماده المساحه، طبعا انتوا عارفين ان دي ماده مهمه قوي في التعشيع. ماده المساحه الدكتور احمد سالم وصل لغايه المساحه التكيومتريه، تمام. والمحاضره الجايه هيحدد الامتحان باذن الله. بالنسبه لماده مدخل لعلم الجغرافيا فالدكتوره سلوى لسه ما خلصتش، والمحاضره الجايه هيبقى اخر محاضره برضه وهتحدد فيها المهم باذن الله. بالنسبه لماده الانسان والبيئه الدكتور فاروق شرح كل الكتاب، وفي مهمه وفي اسئله مهمه قالها في المحاضرات، يا ريت الناس كلها تركز عليها. بالنسبه لماده البنيه والتضاريس
فالدكتور قال أسئلة مهمة في آخر المحاضرات وفي المحاضرات هي دي اللي هتيجي في الامتحان. بالنسبة لمادة علم الاجتماع الخاصة بالدكتور سامي النجار، الدكتور وصل لغاية الإسقاط، وده موجود في صور 107. والمحاضرة الجاية برضو آخر محاضرة وهيحدد فيها المنهج. بالنسبة لمادة الإنجليش اللي بتديها الدكتورة فيفيان، المحاضرة الجاية الدكتورة هتحدد المهم في المنهج. وبالنسبة لكل الأسئلة اللي اتحددت إن شاء الله هتلاقونا على صفحة الإذاعة، إذاعة راديو شباب مصر، هينزل عليها كل الأسئلة، وأي حاجة هتحتاجوها هتلاقوها على الإذاعة بإذن الله. نروح كده للفرقة التانية. بالنسبة لمادة النصوص الدكتورة حددت من صاد 39 لصاد 82، بس طبعا مش كل الصفحات دي. الدكتورة خدت بعض المقاطع فيها وبعض القطع وركزت عليها وترجمتها، هي دي بس اللي انتم مطالبين بيها. وبرضو آخر محاضرة اللي هي يوم الأحد دي هتبقى آخر محاضرة والدكتورة هتحدد فيها الامتحان. بالنسبة لمادة الزراعية الخاصة بالدكتورة فهيم العوامري، فالفرقة التانية خدت لغاية الفصل بتاع الثورة السمكية، الثورة الحيوانية والأسماك، بس لسه فاضل حرفة صيد الأسماك، وكده يبقى الكتاب خلص وفي محاضرة ليها يوم الاثنين اللي جاي. بالنسبة لمادة النظم الخاصة بالدكتور محمد عزب، الكتاب والدكتور المحاضرة الجاية هيقول أسئلة مهمة. بالنسبة لمادة الخرائط الخاصة بالدكتور أحمد إسماعيل، وهي مادة مهمة جدا في التشعب بالنسبة لشعبة الخرائط والمساحة، خدنا لغاية الفصل السابع وآخر محاضرة هي يوم الاثنين. ويا ريت أناشد الفرقة التانية إن هي تلتزم في المحاضرة دي وتحضر المحاضرة دي كلها، لأن الدكتور أحمد إسماعيل بيحدد الامتحان في آخر محاضرة. بالنسبة لمادة الجيومورفولوجي الخاصة بالدكتورة سحر أحمد سالم، فالفرقة التانية خدت لغاية الفصل الرابع اللي هو اسمه المياه الجارية، ولسه في محاضرة ليها يوم الأحد. والدكتورة كانت طالبة أبحاث، تمام، المفروض إن هي هتستلمها في آخر محاضرة. أول بحث الدكتورة طلبته بحث عن مفهوم علم الجيومورفولوجي وتطوره عبر العصور، وأهم المراجع التي يمكن الاستعانة بها في علم الجيومورفولوجي. تاني بحث الدكتورة طلبته بحث عن أشكال حركة الصفائح التكتونية وخريطة لتوزيع الصفائح التكتونية على مستوى العالم. تالت بحث عن أشكال التجوية الميكانيكية مع التوضيح بالرسم. رابع بحث عن أشكال حركة المواد على السفوح، وطلبت مجموعة من الأشكال هترفق مع البحث اللي هتستلمهم في آخر محاضرة. أول شكل معانا شكل يوضح حوض وشبكة التصريف. تاني شكل معانا شكل يوضح أشكال الإرسالات. تالت شكل معانا شكل يوضح أنماط التصريف. وده كله هيتاخد يوم الأحد الجاي. بالنسبة لمادة الدراسة الميدانية الطبيعية الخاصة بالدكتور طارق زكريا، الدكتور خلص المنهج كله وحدد المنهج كله على هيئة أسئلة، وقال يوم الأحد اللي جاي بإذن الله هيشرح طرق تقدير الإشعاع الشمسي والإشعاع الأرضي. بالنسبة لمادة التاريخ الدكتور حدد فيها حاجات في المنهج، وقال أهم حاجة في ورقة الامتحان بإذن الله الترتيب والتنظيم، وإنك أنت تكتب كل حاجة وما تحاولش تألف. تاني مرة هقولها لكم، ما تحاولش تألف. بالنسبة بقى للفرقة الثالثة، أول حاجة نبدأ بيها كده الشعبة العامة. الشعبة العامة كانت آخر محاضرة للصحاري اللي هي يوم الخميس الجاية. آخر محاضرة للصحاري يوم الخميس الجاي هيتم فيها تسليم الأبحاث اللي كانت مطلوبة مننا، والخرائط برضو كانت مطلوبة، وهي محاضرة مهمة يا ريت برضو الناس تحضرها. آخر المحاضرات هو يوم الاثنين إن شاء الله، وآخر محاضرة لتسليم الطبية يوم الاثنين. آخر محاضرات للفرقة الثالثة شعبة عامة يوم الاثنين، بالإضافة ليوم الخميس اللي هي محاضرة الدكتورة سحر. وبالمناسبة الدكتورة سحر منزلة مذكرة في مكتبة المنى خاصة بمادة الصحاري، سعرها
15 جنيه. بالنسبة لمادة الريف، الدكتورة طبعا زعلانة مننا، واحنا بنقدم كفرقة تالتة شعبة عامة وشعبة خرايط، بنقدم لها اعتذار من برنامج صوت الجامعة، من إذاعة راديو شباب مصر. أنا بالنيابة عن جماعة الفرقة، أنا وأحمد، بنقدم لها اعتذار إن هي تقبله بإذن الله، ونناشدها يعني كاحنا أو أولادها إن ربنا يكرمنا إن شاء الله. تمام. بالنسبة بقى لمادة أوروبا، الكتاب كله مقرر، والدكتور رضا حدد الكتاب كله ما عدا الفصل الأول والفصل الأخير. بالنسبة لمادة التنمية الخاصة بالدكتور أيمن عبد الحميد، آخر محاضرة كانت يوم الخميس، الدكتور حدد فيها الملغي والمقرر، والدكتور لغى آخر فصل، بالإضافة لصفحة 101 إلى 106 ده برضه ملغي. الدكتور قال الامتحان هيجي من الأسئلة اللي قالها في المحاضرات، اللي هي طبعا انتوا كلكم عارفينها، الفرق بين التقويم والتقييم والكلام ده كله. تمام. بعد كده بقى نسيب الشعبة العامة ونطلع على شعبة خرايط. في شعبة خرايط نبدأ كده بمادتين حلوين، شعبة خرايط كلهم بيحبوهم، هي مادة أسس المساحة الأرضية ومادة علم المساحة. تمام. المادتين دول خاصين بالدكتور محمد أمين، وهو دكتور من كلية الهندسة. لسه لغاية دلوقتي الشعبة الثالثة مش عارفة آخر محاضرة بتاعت يوم الأحد دي هتكون آخر محاضرة ولا لسه في محاضرات تانية. بالنسبة لمادة الدكتور محمد نصر اللي هي تصميم وتنفيذ الخرائط، فالدكتور حدد في آخر محاضرة اللي هي كانت يوم الأربعاء، حدد فيها المقرر ولغى بعض الكلام الموجود في الكتاب. والأسبوع الجاي المحاضرتين هيكونوا مساقط اللي هي بتاعت يوم الاثنين إن شاء الله ويوم الأربعاء. بالنسبة للأسبوع الجاي أو الأسبوع اللي إن شاء الله اللي هيبدأ من بكرة، محاضرات شعبة خرائط شغالة كلها ما عدا التنمية بتاعت يوم الخميس. نسيب شعبة خرائط بقى ونطلع على شعبة نظم. الدكتورة سحر ادت لطلبة شعبة نظم داتا عشان يشتغلوا عليها ويسلموها الشغل ده يوم الأحد الجاي بإذن الله. ومادة برمجة الحاسب الآلي خلصت، والدكتورة حددت المنهج على هيئة أسئلة. بالنسبة لمادة قواعد البيانات لسه فيها محاضرة مهمة وهيتم فيها تسليم أسئلة الدكتور، وعلى أساس الأسئلة اللي هتتقدم دي، على أساس إن الناس اللي هتقدمها هتاخد درجات أعمال السنة كاملة. بالنسبة لمادة رصد المواقع، آخر محاضرة هي المحاضرة اللي فاتت وكلها مقررة، يعني الكتاب كله مقرر، وفي أسئلة بعد كل فصل المفروض إن احنا نحله. يعني في أسئلة بعد كل فصل المفروض إن هي تحل الأسئلة دي، لأن هيجي منها كتير في الامتحان. بالنسبة لمادة استشعار عن بعد، آخر الدكتورة قالت في مادة استشعار عن بعد آخر محاضرة اللي هي المحاضرة الجاية، وطلبت بحث المفروض إنكم انتوا هتسلموه عشان تاخدوا درجات أعمال السنة، لأن الدكتورة غادة كانت زعلانة من شعبة نظم واستشعار عشان آخر محاضرة ما حضرش منهم عدد الكافي. بعد كده في مادة صور جوية لسه فاضل لهم محاضرة. بالنسبة للمادتين الخاصين بالدكتور أحمد سالم والدكتورة سحر اللي مش ليهم درجات، اللي مش ليهم أقصد كتاب، فدرجات أعمال السنة هتتحط على امتحان في الأرك GIS اللي هو هيكون يوم الخميس بإذن الله، وامتحان في الانفي هيبقى يوم الاثنين، واللي هيمتحن ان شاء الله الشعبة هيكون الدكتور محمد حسن. نسيب شعبة نظم بقى ونطلع على شعبة استشعار بسرعة كده. مادة قواعد البيانات ومادة نظم الاستشعار مطلوب حل التمارين اللي في اخر الكتاب وتسليم الشيت ده الاسبوع اللي جاي. والدكتور محمد عزب
اتفق مع الدكتور طارق زكريا عشان يدي محاضرة يوم الاثنين عشان يكمل الناقص في المقرر ويحدد المقرر. الدكتورة غادة طلبت بحث عن أهمية الاستشعار عن بعد في مجال العمران، والبحث ده هيتسلم للمحاضرة اللي جاية. تمام. بالنسبة للبحث المطلوب، كان في بحث كده مطلوب في شعبة الاستشعار. طبعا الناس طلعت على مكتبة الجامعة اللي موجودة في مبنى رئاسة الجامعة ودوروا في كل حتة ما لقوش البحث ده. تمام، يعني طلعوا في كل حتة ما لقوش البحث ده. فسألوا المسؤول في مكتبة الجامعة، قالوا له نلاقي البحث ده فين؟ قالوا له البحث ده مش موجود الا في مكان واحد بس، اللي هو المكتبة اللي موجودة في القاهرة. بالنسبة لمادة الاستشعار طبعا المقررة على شعبة الاستشعار فلها مذكرة، قلنا برضو سعرها 15 جنيه في المنى. وبالنسبة لمذكرة أسس النظم، الحجز عند عمو صلاح في الدور الرابع، سعر المذكرة 20. الدكتورة قالت المذكرة هيطبع عدد المذكرات هيطبع على حسب عدد الحاجزين، ولو عدد المذكرات قليل الدكتور مش هتطبع اي حاجة. تمام كده خلصنا الفرقة الثالثة. نروح بقى جري كده على الفرقة الرابعة. معلش هو قسم جغرافيا طويل شوية عشان ليه شعب كتير، فنروح كده على الفرقة الرابعة بسرعة. الدكتور احمد سامي قال اللي مش امتحن لكن جاب الشيت ان شاء الله ياخد درجات اعمال السنة كاملة، واي حد عايز اي حاجة في اي وقت مكتب الدكتور مفتوح. بالنسبة لامبارح كانت يوم الخميس، كانت اخر محاضرة في الميدانية وتحدد فيها المهم. يوم الحد الجاي ان شاء الله اخر محاضرة للدكتورة رضا والدكتور سامح. يوم الاثنين اخر محاضرة للدكتورة فاتن والدكتورة غادة. الشتات اخر ميعاد المفروض تقدموها هو الاسبوع الجاي. الدكتورة غادة خلي بالكم كانت بتاخد الغياب في معظم المحاضرات. كده احنا خلصنا اخبار جغرافيا كلها. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع بقية اخبار جميع الاقسام. استنوا. صوت الجامعة مع محمد عز يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 7 إلى 9 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر لكل مصر. صوت الجامعة مع محمد عز يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 7 إلى 9 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر لكل مصر. صوت الجامعة مع محمد عز يوم الجمعة من كل أسبوع. ورجعنا لكم تاني من فاصل على راديو شباب مصر برنامجكم صوت الجامعة. نكمل بقى الأخبار كده. اتفضل يا أحمد. طب بعد اذنك يا محمد بس يعني هننوه عن الجزئيه دي تاني. احنا هنا من راديو شباب مصر بنعتذر باسم الفرقه الثالثه شعبة عامه وشعبة خرايط. واحنا هنا بنقدم اعتذار تاني للدكتورة نوال حامد على راديو شباب مصر. كمل بقية الأخبار. عندنا من قسم علم النفس الفرقة الأولى أول محاضرة عربي. الدكتور حدد فيها المنهج من صفحة 9 لصفحة 87 ده في الفصل الأول، والفصل الثاني من صفحة 112 من 88 ل 112، ومن صفحة 146 ل 154. الفصل الرابع من صفحة 174 رجعنا لكم تاني من فاصل. معلش عطل فني كده حصل.
يعني نكمل الأخبار. يلا يا أحمد قول أخبار القسم اللي أنت كنت هتقوله. نعيد تاني. فرقة أولى، أول محاضرة عربي، الدكتور حدد فيها المنهج من صفحة 9 لصفحة 87، ده في الفصل الأول. الفصل الثاني من صفحة 88 لصفحة 112، ومن صفحة 146 لصفحة 154. الفصل الرابع من صفحة 184 ل 178. الفصل الخامس من صفحة 194 لصفحة 203. والجمل الأربعة في صفحة، الجمل الأربعة اللي الدكتور قال عليها في صفحة 204 ل 214. الدكتور وقف في مادة النصوص لحد الفصل السابع. الدكتور محمد سعيد حل الشيت من س1 إلى س13، وقسم معاني الشيتات إلى مجموعتين. المجموعة الأولى بتضم الحروف ألف وب وت وث وج وح، والباقي يوم الاثنين. تم تسليم شيت الدكتور سلوى، وفي امتحان تحريري على المدرسة الترابطية والمدرسة الوظيفية. الدكتورة راوية حذفت النظريات. دي أخبار الفرقة الأولى علم نفس. نخش على أخبار الفرقة الثانية علم نفس. في امتحان يوم السبت للدكتور عماد مخيمر وتسليم البحث والشيت، والدكتور أحمد الصادق لغى المحاضرة اللي فاتت، وفي امتحان يوم السبت الجاي. والدكتورة دعاء في امتحان يوم السبت على أول 4 فصول ليها. والدكتورة عواطف لسه فاتحة لحد دلوقتي الباب للي ما سلمش الشيت واللي ما امتحنش. الدكتورة فتحية حددت كل المنهج مهم ما عدا الفصول اللي دي، الفصل الرابع والفصل العاشر. والامتحان يوم 16 12 و17 12 من الشهر الجاري، وكل مجموعة في ميعادها زي ما الدكتورة حددت. وبكده خلصنا أخبار الفرقة الثانية. نخش على أخبار الفرقة الثالثة. تم انتهاء منهج علم النفس الاجتماعي، وامتحنوا 100 ترم في علم النفس الفسيولوجي، وامتحنوا شفوي في علم النفس الوقائي. والدكتور حدد الأسئلة المهمة في مادة علم النفس المقارن. ومادة دراسات ميدانية خلصوا المنهج وصمموا مقياس نفسي وتم تسليمه. الفرقة الرابعة نظموا رحلة علمية لمستشفى الخنكة، وتم تقسيم الدفعة إلى 3 مجموعات على 3 أيام، حد واربع وخميس من الأسبوع الجاي. نعيد الأخبار تاني بسرعة كده. قلنا أخبار علم النفس فرقة أولى، أول محاضرة عربي تم تحديد المنهج فيها من صفحة 9 لصفحة 87، والفصل دي في الفصل الأول. الفصل الثاني من 188 ل 112 ومن 146 ل 154. الفصل الرابع من 184 ل 178. الفصل الخامس من 194 ل 203. والجمل الأربعة في صفحة 204 ل 214. والدكتور وقف في مادة النصوص لحد الفصل السابع. الدكتور محمد سعيد حل الشيت من صفحة من س1 لس13، وقسم ميعاد تسليم الشيت إلى مجموعتين. المجموعة الأولى اللي هي بتاخد الحروف ألف وب وت وث وج وح، والباقي يوم الاثنين. وتم تسليم شيت الدكتورة سلوى، وفي امتحان تحريري عن المدرسة الترابطية والمدرسة الوظيفية. الدكتورة راوية حذفت النظريات. خش على الفرقة الثانية. في امتحان السبت للدكتور عماد مخيمر وتسليم البحث والشيت. الدكتور أحمد الصادق لغى المحاضرة، وفي امتحان يوم السبت الجاي. الدكتورة دعاء في امتحان يوم السبت على أول 4 فصول. والدكتورة عواطف لسه فاتحة الباب للي ما سلمش الشيت واللي لسه ما امتحنش. والدكتورة فتحية حددت كل المنهج مهم ما عدا الفصل الرابع والفصل العاشر.
وفي امتحان يوم 16 و17 12 هو الشهر دوت، وكل مجموعة عارفة ميعادها. نخش على الفرقة الثالثة. تم الانتهاء الفرقة الثالثة خلصت منهج علم النفس الاجتماعي، وامتحنوا مترم في علم النفس الفسيولوجي، وامتحنوا شفوي في علم النفس الوقائي. والدكتور حدد الأسئلة المهمة في مادة علم النفس المقارن، مادة دراسات ميدانية خلصوا المنهج فيها، وصمموا مقياس وتم تسليمه. خش على الفرقة الرابعة. نظموا رحلة علمية لمستشفى الخنكة، وتم تقسيم الدفعة إلى 3 مجموعات على 3 أيام. حددوا 3 أيام اللي هو الحد والأربع والخميس من الأسبوع المقبل. ولسه معانا بقية الأخبار. ونخش على قسم لغة عربية. لغة عربية فرقة أولى. الدكتور صبري أهم الأسئلة اللي قالها: 1. مفهوم النحو. 2. لماذا سمي النحو بهذا الاسم. 3. فائدة تعلم النحو العربي. 4. الوضع الأول لنحو العربي. 5. مكان وضع النحو العربي. 6. تعريف الكلام. 7. تعريف اللفظ. 8. تعريف الكلام. 9. تعريف القول. 10. اشرح الألفية في تحديد معنى الكلمة. اشرح الألفية في تحديد معنى الكلمة. نقطة 11. أقسام الكلمة. 12. خواص الاسم. ده اللي الدكتور صبري حدده في المحاضرة. الدكتورة نجوى حددت برضو أسئلة مهمة: وضح تعريف الأدب. حلل مسرحية أوديب لتوفيق الحكيم. حلل مسرحية بعد موت الملك لصلاح عبد الصبور اللي هي سمات شخصية المرأة. النقطة الرابعة: رموز الطبيعة في مسرحية شمشون ودليله. احتمال يبقى في امتحان للدكتورة أميرة، وهتحدد أعمال السنة يوم الأحد. الدكتور مصطفى الكتاب كله مقرر. باقي الدكاترة لسه الأسبوع الجاي إن شاء الله هيحددوها. دي فرقة أولى عربي. خش على الفرقة الثانية. منهج البلاغة مقرر ما عدا الإنشاء أي علم المعاني. الفلسفة الإسلامية الأفصل الأول دراسة الفلسفة مهم. تاني حاجة فيه علم الكلام مهم. الفصل الثاني مقرر. الفلسفة الكندي كله مقرر. الفصل الثاني رقم 3 فيه فلسفة الغاري محذوف، وباقي الثاني مقرر. قال لك ثالثا في الكتاب الملغي فيه أبو علي ابن سينا، الجزء ده ملغي. الفصل الثالث والخامس مقرر. الفصل الرابع ملغي. بعد كده في علم الصوتيات. علم صوتيات القصص القرآني والشعر الأندلسي. النحو المقدم ملغية، والمفعول به الثاني منصوب. الأفعال المتعدية لمفعولين والشواهد فيها والتنازع. الملغي المفعول المطلق من صفحة 123 ل 129، والباقي مقرر. الفرقة الثالثة عربي. دكتور عيد النظرية النبوية بالإضافة إلى تطبيق كتاب سيزا لأحمد قاسم. دكتور وحيد كتاب الشعر العباسي كله مقرر ما عدا أول فصل تلخيص. أول فصل ده عبارة عن مقدمة هيجي منها الامتحان، وهتلخصه في صفحتين، وبكده يبقى خلصنا قسم عربي. ونطلع فاصل واستنونا. بس قبل يا أحمد ما نطلع فاصل، كنت عايز بس أنوع عن مادة حقوق الإنسان الخاصة بالفرقة الأولى، وبرضه الناس اللي شايلاها. تمام. حقوق الإنسان هو في امتحان بكرة حقوق الإنسان طبعا. تمام. وهو الدكتور حدد من صاد 53 ل 72، ومن 74 قراية.
تمام. بالنسبة لقسم الجغرافيا في طلبة كتير من اولى وتانية لسه مش عارفين المواد اللي بتحدد لدخولك الشعب ايه. احنا طبعا في قسم الجغرافيا عارفين ان احنا عندنا 4 شعب: الشعبة العامة، شعبة الخرائط، شعبة الاستشعار عن بعد، شعبة نظم ومعلومات. نمسك شعبة شعبة كده ونشوف المطلوب فيه. بالنسبة لشعبة الخرائط دي بتحتاج لكم مادة كده المفروض تجيب فيهم تقدير او تبقى صافي عشان تقدر تخش الشعبة دي. ايه هي المواد؟ عندك مساحة اولى، خرايط اولى الترم التاني، خرايط تانية. ده بالنسبة ل3 مواد بتوع شعبة الخرايط. بالنسبة لشعبة الاستشعار وشعبة النظم، قبل اي حاجة، قبل ما تفكر انك انت تخشها، تكون بتعرف الكمبيوتر. يعني ما تكونش عارف فين ما هي الكمبيوتر بتتفتح منين وتيجي تقول انا هقدم استشعار او نظم. لا طبعا، المفروض تبقى عارف ما هي الكمبيوتر بتتفتح منين والانترنت اكسبلورر بتتفتح منين. تمام. لانك انت معظم الشغل هيبقى على برامج كبيره زي ارك جي اي اس والانفيو واوتوكاد، البرامج الكبيره دي. فلازم تاخد فيها اي سي دي ال، لانك انت في الامتحان هتخش والدكتور هيمتحنك على الكمبيوتر في الاي سي دي ال عموما. بالنسبه للمواد بقى المؤهله عشان تعرف تقدم، عندك في السنه الاولى عندك كام ماده كده. عندك لغه انجليزيه اللي هي الانجليش، ده في الترم الاول. بالنسبه للترم الثاني عندك نصوص. بالنسبه لسنه ثانيه عندك كام ماده؟ عندك نصوص ونظم معلومات جغرافيه. يعني كده شعبة استشعار عن بعد، شعبة نظم معلومات جغرافيه، في كام ماده تأهلك. ايه هم المواد؟ عندنا انجليش الترم الاول في اولى، نصوص جغرافيه الترم الثاني في اولى. بعد كده عندك في سنة تانية نصوص جغرافية الترم الأول، وعندك نظم معلومات جغرافية في الترم الأول. في واحد في تانية يقول لك ايه، انا يا عم انا جايب تقدير في اولى وهذاكر بقى الترم الاول في اولى وهذاكر الترم الاول في تانية، وانا كده ايه خلاص اخش شعبة. على فكرة الترم التاني مفيهوش ولا مواد للتشعب، لكن اهم حاجة عشان تقدم شعبة انك تبقى صافي. صافي بأنهي تقدير بقى عادي، بس اهم حاجة انك انت تبقى صافي. تمام. ربنا يوفق جميع طلاب الاقسام، ونطلع فاصل ونرجع لكم نكمل اخبار اقسامنا في برنامج صوت الجامعة على راديو شباب مصر. استنونا. صوت الجامعة مع محمد عز يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 7 إلى 9 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر لكل مصر. ورجعنا لكم تاني مستمعينا مستمع راديو شباب مصر، برنامجكم صوت الجامعة. مساء. ومعنا أول اتصال تليفوني من قسم الاجتماع من مراسلتنا، نقول مساء الخير. الو. الو مساء الخير. مساء النور. مساء النور يا محمد. مساء النور يا احمد. مساء النور يا وفينا بكل الاخبار عندك في قسم اجتماع، في قسم انجليش. دلوقتي الفرقه الاولى انجليزي، الدكتور رضا تقريبا خلص الفصل الثالث الاسبوع اللي فات، وادى الشيت اكسرسايز 2 اللي هو في اخر الكتاب. الدكتوره منى اخر حاجه اديتها كانت صفحه 61 رومانتك كريتيسيزم، والامتحان الشفوي كان يوم الاحد ويوم الاربعاء اللي فات على حسب الفروض. الدكتوره كانت على كل حاجه اديتها يوم الخميس اللي فات، وكانت اخر حاجه اديتها قصيده جون ميلتون. الدكتور صلاح هيدي امتحان بكره ان شاء الله، والاسئله هتيجي من صفحه 100 لغايه صفحه 119 في كتابه. الدكتور محمود اخذ التكاليف امبارح وقال ان هو مش هيقبل باي يوم تاني. الدكتور رضا يوم الاربعاء اللي فات ادى الفيجرز اوف سبيتش اللي هي في الفصل الرابع، والدكتوره منى ادت الفيكتوريان ايج، والدكتوره امل كان ليها شيت اتجاب من مكتبه الجامعه اللي بره واتسلم من امبارح، بس اللي عايز يسلمه يوم السبت مفيش مشاكل، وهيبقى ليها محاضره ان شاء الله بكره الساعه 10:30.
دلوقتي هيبقى معانا فرقة تانية انجليزي خلصوا مقال ورواية من حيث المحاضرات، والكمبيوتر اخدوا امتحان امبارح عملي وفي نظري المرة الجاية، وكان في امتحان محادثة امبارح واتلغت، بس هيبقى الميعاد ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي من الساعة 9 لحد الساعة 11 على الكتاب كله، ويوم الاحد اخر محاضرة حضارة وممكن تكون اخر محاضرة شعر، والمحاضرة هتكون مهمة جدا. تم الاعداد بواسطة ريان مجدي وسندس جمال. شكرا جدا يا ريهام على اتصالك، ونطلع مع فاصل دلوقتي حالا، وهنرجع لكم تاني مع اخبار قسم فضلنا ان شاء الله قسم اجتماع. استنوني. صوت الجامعة مع محمد عز يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 7 إلى 9 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر لكل مصر. أو شخصية مع ندى عيسى. السبت من كل أسبوع من 6 إلى 7 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر لكل مصر. يا ابو كف رقيق والصغير. الموضوع فيك مع اسماء إيهاب الأربع من كل أسبوع الساعة 9 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر ورجعنا لكم من تاني على راديو شباب مصر في صوت الجامعة مع أحمد المحلاوي ومحمد عز، ومعانا مراسلتنا أسماء من قسم اجتماع. مساء الخير. مساء الخير احمد. مساء الخير محمد. عندنا في قسم الاجتماع الفرقة الاولى مادة الجغرافيا البشرية دكتور سلوى، المقرر من المادة من صاد 1 ل 84 والهجرة كاملة، وفصل عمران من صاد 115 لصاد 126 والباقي محذوف من الفصل، والفصل الخامس مقرر والفصل السادس ده محذوف. والدكتور حمدي تربة طلب قراءة كتاب شخصية مصر لجمال حمدان من المكتبة، وطلب تشخيص حالة عن الإدمان أو العنوسة، وبحث عن الآثار الاقتصادية لحوادث السيارات. ودكتور علي سعود بيوضح الأسئلة الهامة اللي بتجمع المنهج كامل، وأكد كمان على الأسئلة إنها بتكون أسئلة مقالية وأسئلة مقارنات، ونبذ عن صفحات إجابة الأسئلة دي. والدكتور عاطف وضح ملحوظة وأكد إنها لا تخلو من ورقة الامتحان، وهي كانت الاتجاهات النفسية والاجتماعية، تدرس مجالا رئيسيا في علم علم النفس الاجتماعي. وقال برضو ان المحاضرة الجاية ان شاء الله دي هتكون محاضرة مهمة وهيحدد فيها المنهج كامل. وننتقل للفرقة الثانية. دكتور حمدي طلبة طلب دراسة حالة من الناحية السيكولوجية والناحية السوسيولوجية. دكتور اسماعيل حدد ان المقرر من صاد 1 ل 126. ودكتور علي سعود انتهى من المنهج كامل. والفرقة الثالثة دكتور علي سعود حدد المقرر من صاد 9 ل 32 ومن صاد 43 ل 47 ومن صاد 77 ل 125 والباقي ده هيكون ملغي. والدكتور حسن حماد من صاد 93 ل 219 ده ملغي. أكد الدكتور غريب إن الفصل الخامس مهم جدا ومتوقع منه الامتحان. والفرقة الرابعة دكتور إسماعيل لغى الفصل الثالث والمشكلة السكانية. وكانت معكم مراسلتكم أسماء خالد من قسم الاجتماع. شكرا اسماء. دلوقتي كده خلصنا أول فقرة من برنامج صوت الجامعة مع أحمد المحلاوي ومحمد عز، وهنشكر دلوقتي برنامج الإعداد اللي تعبوا معانا في جمع المعلومات ديت عن الأقسام وعن كل الفرق دي. وبنبدأ بأول اسم سمر من قسم تاريخ، وبسمة صديق وإسراء الشواتفي من قسم علم النفس. وبالنسبة لقسم اللغة العربية كان معانا آية يوسف وريهام مجدي من قسم إنجليزي، وأسماء خالد من قسم اجتماع، وإسراء حمدي فرقة أولى جغرافيا، وسلمى فرقة تالتة نظم، وهيدي فرقة تالتة استشعار، ندى فرقة تالتة شعبة عامة، مروة أحمد فرقة رابعة شعبة عامة، وشكر خاص لإسلام جلال فرقة تالتة شعبة عامة قسم جغرافيا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. استنونا في برنامج صوت الجامعة.
صوت الجامعة مع محمد عز يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 7 إلى 9 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر لكل مصر من كل أسبوع. رجعنا لكم تاني على راديو شباب مصر في صوت الجامعة مع أحمد المحلاوي ومحمد عز. دلوقتي عندنا مشكلة، والمشكلة دي بتواجه كل الطلاب وبالأخص الفرقة الأولى، وهي مشكلة إزاي نذاكر. فعلا يا احمد المشكله دي بتواجه طلاب كتير قوي، تمام، حتى في الفرقه الاولى والفرق الاعلى كمان. طب تفتكر يا محمد الحل أو العمل إيه عشان نعرف نذاكر؟ الحل بسيط وسهل جدا يا احمد على فكره. إزاي؟ هقول لك يا احمد، انا كطالب فرقه اولى طبعا اقل حاجه بنقولها انا لسه عارف القسم بتاعي من فتره قريبه، هذاكر ازاي؟ طب اعمل ايه؟ تفتكر هيعمل ايه يا احمد؟ أول حاجة يا محمد إن إحنا هننتظم في المحاضرات، دي رقم 1. تمام يا احمد. رقم 2 هنشتري الكتب. حلو يا احمد. رقم 3 نسلم الأبحاث جميل يا احمد. والشتات. لا لغايه دلوقتي ما ذاكرتش يا احمد فصل. وهنحاول ان احنا نجيب كل المحاضرات اللي فاتتنا من اي حد بيحضر. تمام يا احمد، احنا لغايه دلوقتي حلوين قوي مع بعض، تمام. مش قلت لي برضو ازاي اذاكر؟ هقول لك يا عم، صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. في عندنا معادلة رياضية. المعادلة دي بتقول ايه؟ قال لك الكتاب والمحاضرة بيساوي تلخيص هتذاكر منه اخر الاسبوع. حلو قوي. هقول لك بقى انا ازاي تذاكر يا عم احمد. اتفضل يا عم محمد. ماشي. اول حاجه انا لسه عارف القسم بتاعي من قيمه يومين، دي حاجه معروفه. ماشي وانا معاك. تمام. هروح طبعا القسم اللي انا لسه عارفه جديد ده، طبعا في ناس بتحضر من الاول خالص، هنروح نقول لهم بعد اذنكم محاضرات. طبعا. وما تروحش الواحده في اولى هتقول لها انا عايزه محاضرات، هتروح عامله لك سكرين شوت على طول وتسجل صوتك وتنزلها على الفيس وتقول لك انت بتحك معايا. تمام. ده موجود كتير على الفرقه الاولى، الجروبات بتاعت الفرقه الاولى. المهم خلينا في المهم. هتروح القسم بتاعك اللي انت لسه عارفه من قيمه يومين، تقول لهم، تقول لاي حد صاحبك، اكيد انت ليك صحاب في كل الاقسام، انا عايز المحاضرات. هيجيب لك المحاضرات كلها. بص يا معلم، هتمسك المحاضره جنبها الكتاب كده. اول محاضره بتكون دايما اول فصل، وتجيب ورق ابيض اللي هي الورقه ام باريزه ديت، طبعا انتوا كلكم عارفين من اي مكتبه، تمام، او كشكول، وتبدا تلخص المحاضرات من الكتاب. يعني مثلا في فقره الدكتور قالها زيها في الكتاب لكن ضاف فيها حته صغيره، نروح احنا جايبين الحته الصغيره اللي الدكتور ضافها دي وحاطينها في الكتاب، يبقى دي الفقره كده متكامله. وعلى فكره الدكتور برضو بيشوف الحته دي انت كاتبها في الامتحان ولا لا، عشان يعرف انك انت بتحضر محاضرته ولا لا. صح. هقول لك على حاجه يا عم احمد عشان اي واحد يضمن تقدير في اي ماده. مثلا الدكتور قال فقره معينه في الكتاب وضاف عليها حته صغيره، ضاف الحته ديت، فانت تيجي في الامتحان هتكتب الحته دي كلها، طبعا الكلام كله صحيح في بعضه وانت كتبت الحته دي. هقول لك بقى عشان تعرف الدكتور ان الحته دي مهمه وهو قالها في المحاضره، هتحط تحت الحته اللي قالها في المحاضره دي خط بالقلم الرصاص عشان تعرفوا ان انا كنت بحضر محاضرات يا دكتور وملتزم. تمام يا عم احمد؟ تمام يا محمد. تمام يا باشا. دلوقتي احنا عملنا مذكره نراجع منها. طبعا جدول الامتحانات لغايه دلوقتي يا عم احمد ما فيهوش اي مشكله. صح. في اي مشكله جات لك؟ لا. مفيش اي مشكله. هو المشكله الواحده بس اللي هي ترتيب المواد، بس هي ممكن يكون مشكله ماده غير الماده، او ماده في فاصل بينهم، يعني ماده يكون فاصل بينها ماده كبيره، ماده مثلا سهله يكون فاصل ايام ماده كبيره، فاهماني؟ فكله يكون موجود مع بعضه. طب ازاي طيب؟ يعني انا دلوقتي عندي ماده كبيره وحاطين ماده صغيره وراها، فاصل ايام مثلا اسبوع، لكن ماده كبيره حاطين فاصل ايام قدامها 3 ايام. فانت تحاول انك انت في خلال الاسبوع ده او الاسبوعين دول انك انت تعمل مذكره عشان تذاكر منها. حلو الكلام. طبعا السنه اللي فاتت اول مره الحمد لله موقع الجامعه ان هو يحط الايه، الاوائل على موقع الجامعه. كان في اوائل كان قبل كده ما بتحط، يعني مش بتتحط، المفروض كنت تروح شؤون الطلبه وتعرف انا طالع من الاوائل ولا مش طالع. الحمد لله موقع الجامعه السنه اللي فاتت حط الاوائل، في اوائل خاصين بالانتظام وفي اوائل خاصين بالانتساب. هيحصل معانا
دلوقتي هنتصل بأحد أوائل قسم الجغرافيا، واللي هو كان طالع السنة اللي فاتت الأول على قسم الجغرافيا، الفرقة التانية، ومعانا اتصال تليفوني ونقول ألو. الو. مساء الخير يا عبد الرحمن. مساء النور يا محمد. ازيك يا باشا؟ احنا صحناك من النوم ولا ايه؟ لا والله انا عندي برد شويه. ألف سلامة عليك يا باشا. الله يسلمك. عرفنا ازاي يا عبد الرحمن انت طلعت الاول على الدفعه بتاعتك؟ ايه اللي انت كنت بتعمله عشان توصل للهدف دوت، عشان طلبه اولى تعرف توصل زيك كده ان شاء الله؟ والله اول حاجه بتبقى توفيق من عند ربنا. طبعا دي اول حاجه، توفيق من عند ربنا. تمام. ثم اراده منك انت. ازاي يا عبد؟ اول حاجه انا دايما بقول لنفسي دايما الاهم من الشغل تظبيط الشغل. يعني الاهم من ان انا اذاكر او افتح كتاب اقعد اذاكره كله او احفظه كله، ان انا اعرف انا ذاكر ايه، اعرف الدكتور عايز من الماده دي ايه. تمام. تمام. تاني حاجه احاول استعد نفسيا. اما مثلا كطالب اولى لسه برضه ايه الدنيا مش راسيه معايا، لسه عارف الاقسام، احاول ان انا اهدى كده واستعد نفسيا في امتحان. واضح يا عبد الرحمن ان احنا عطلناك عن المذاكرة. لا واضح. لا ولا يهمك. كمل يا عبد. تمام. طبعا انت قلت، انا كنت سامعك حالا، كنت لسه بسمعك حالا، كنت انت بتقول ان الواحد لازم يعمل يعني حاجه زي عصاره كده بين المحاضرات والكتاب، ويعمل حاجه زي تلخيص لنفسه خاص بيه ويذاكر منه، بحيث انه يبقى حاجه كده مختلطه بين الاثنين، يجمعهم الاثنين مع بعض ويذاكر منهم، وبالتالي يبقى هو كده يعني يقدر ان هو يوصل لك التقدير. تمام يا عبدو. يعني انت طب انت يا عبدو بتحضر كل المحاضرات طبعا؟ يعني انت ما بتخرجش، ما بتروحش الكافيتيريا، ما بتروحش تلعب بلاي ستيشن، ما بنروحش نلعب كوره في ملعب هندسه، الكلام ده كله؟ لا عادي جدا، انا بحضر المحاضرات عادي، وبطلع بعد ما اخلص المحاضرات واروح الكافيتيريا العب كوره، اعمل اللي انا عايزه ولا اي حاجه. يعني مش الحكايه مش داخل سباق او ان انا مثلا شغال 24 ساعه، لا بالعكس، هي كل الحكايه محتاجه بس شويه تنظيم منك، تبقى عارف انت هتذاكر انت هتلعب. الحكايه تنظيم بس واراده منك، يكون عندك اراده وتصدق نفسك، تصدق نفسك انك ممكن فعلا توصل لحاجه، انك ممكن تبقى كده. دي اهم حاجه. لو عملت بكده واتبعت الادوات الصح والوسائل الصح انك تعمل كده، ان شاء الله توصل لها. يعني طب عايزين بقى منك نصيحه كده حلوه يا عم عبدو لكل الناس اللي بتسمعنا. نصيحه كده اللي تيجي على دماغك. اتفضل. علي صوتك بس يا عبد عشان الناس تسمع. تمام. الصوت مش واضح؟ لا تمام كده يا عبدو، اتفضل. اتحدى نفسك، يعني دايما حط لنفسك كده ايه، حط لنفسك تارجت كده، انا لازم انزل ده، انا لازم اوصل لده. انا مثلا كنت احنا داخلين ايام الامتحانات اول. طب علي صوتك بس شويه. يا عبد مش عايز تعرف الناس ازاي تطلع الاوائل زيك يا عبدو؟ شغل تالتة اول ده عارفينه يا عبد. لا تحاول، لا بجد والله حاول تتحدى نفسك، يعني اتحدى اتحديت نفسي يا عبد. نعم. اتحديت نفسي، انا عايز اطلع الاول. بس اتبع بقى الادوات والوسائل الصح انك توصل لكده. تمام. وطبعا كل الحكايه توفيق، يعني يبقى برضه توفيق من عند ربنا. طب حلو. اول حاجه طب الادوات دي عبد عباره عن ايه؟ اللي هو التزم بالمحاضره، اجيب المحاضرات، اجيب الكتاب، اسلم الشتات، اسلم الابحاث، هي دي الادوات؟ ولا يعني الادوات بالنسبه لك انت او كأنت كطالب طلعت اول دفعه؟ انا كعبدو كنت بلتزم بحضور المحاضره. تمام. بعيدا انا ممكن تكون الناس اللي ممكن تكون قاعده معايا في ناس بتتكلم، في ناس مش منتبهه، انا كنت بقدر الحمد لله عن الكلام ده، بسلم ابحاثي، بسلم شتاتي، بشتري الكتب بمواعيدها، كله تمام. 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 انا ممكن بقى يعني كل واحد اكيد له طريقه. يعني مثلا عبده ممكن يحب ان هو يعمل مذكره لنفسه ويذاكر منها، يعمل مثلا حاجه من المحاضرات والكتاب. معلش يا عبدو بس صوتك يعلى شويه يا عبدو. انا بقول لك ممكن كل واحد فينا له طريقته. يعني مثلا محمد له طريقه وعبده له طريقه. تمام.
تمام. محمد مثلا كان لسه بيقول حالا انا بجيب المحاضرات، انا كنت بسمع حماد بيجيب المحاضرات وبتلخصها مثلا، تلخص جزء من الكتاب وتجمعهم الاثنين مع بعض، تبقى انت كده عامل زي حاجه زي ايه، زي ما احنا بنقول عليها بينا وبين بعض زتونه. دي حاجة خاصة كده بقسم الجغرافيا. زتونه انت عارفها بقى. تمام. كل واحد له طريقه، في ناس ما بتحبش كده، في ناس ممكن تحب ان تذاكر من الكتاب، تخطط في الكتاب مثلا ويلخص اجزاء معينه كده من الكتاب وعلى كده. يعني فاهم، كل واحد له طريقه. بس انا بقول لك عن نفسي انا، اكيد يعني المحاضره والكتاب ما بيفرقوش عن بعض. دايما المحاضره والكتاب ما بيفرقوش عن بعض، واللي بيخليك تجيب تقدير تركيزك طول المحاضره انك فهمت او قدرت توصل لدرجه الدكتور عايز ايه من الماده. تمام. تفهم الدكتور عايز، تفهم الدكتور عايز ايه، تفهم ازاي تكتب له، تفهم ازاي تفرد عضلاتك في قلب الورقه، لا طلع ده مميز، طلع ده احضر، وهكذا. بالتالي جدا ازاي يا عبده، ازاي ان انا انظم ورقة الاجابة بحيث ان الدكتور يقول الواد ده يستحق التقدير؟ بص، في معادله صعبه جدا في الامتحان وخصوصا اللي الاولى لازم تخلي بالك منها. ايه هي؟ الوقت، ورقه الاسئله، وكم الاجابه. 3 حاجات دول. تمام. لازم معلش يا عبده تاني كده. لازم في معادله صعبه. تمام. الناس بتاع اولى وحتى تانية وثالثه ورابعه كمان يعني ما بتفرقش عند حد، هي معادله صعبه لازم تطلع في النهايه صح علشان تستغل الساعتين، تستغلهم صح، تقدر تكتب اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت ورقه الاجابه ما تخلصش منك، علشان ممكن حتى لو ورقه الاجابه خلصت وطلبت ورقه تانية ما يجيبلكش حاجه. فلازم تعرف ال3 دول كويس قوي. تنظم وقتك في قلب الامتحان. تمام. بعد كده تشوف الاسئله، شوف كمها هيبقى عامل ازاي، انت هتكتب ايه فيها، ترتب افكارك واحده واحده، تعرف هتبدا منين وتنهي منين. طبعا اظبطها مع عدد الصفح اللي معاك عشان في النهايه ايه، تلاقي نفسك حققت المعادله دي وما تواجهش مشكله يعني. تمام يا عبده. ايه؟ اتكلم يا عبده. اسال انت. خلاص اسالني انت. اسال انت. يا عبده احنا دايما بنتمنى لك التوفيق، احنا اصحاب يعني يا جماعه. انتوا طبعا مش عارفين ان انا عبده معايا من اول ما دخلنا اولى، انا واحمد، واحنا اصحاب مع بعض دايما. انا اتمنى له طبعا ان هو يكون متفوق دايما وفي الاوائل، واحمد اكيد يتمنى له نفس الكلام ولا ايه؟ طبعا. ولا ايه؟ طبعا اتمنى له كل خير وكل توفيق ان شاء الله. الاغنيه دي بقى مننا ليك يا عم عبده، ماشي؟ يا ريت بقى تسمعها معانا. ماشي يا باشا. شكرا جدا يا عبده ليك على اتصالك. نروح نطلع فاصل ونرجع تاني في برنامجكم صوت الجامعة على راديو شباب مصر. صوت الجامعة مع محمد عز، يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 7 إلى 9 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر لكل مصر. صوت الجامعة مع محمد عز، يوم الجمعة من كل أسبوع. رجعنا لكم تاني في آخر فصل، في آخر فقرة في حلقتنا، وده كان آخر فاصل خدناه. وعلى راديو شباب مصر برنامجكم صوت الجامعة مع احمد المحلاوي ومحمد عز. السلام عليكم. مين ده يا أحمد؟ مش عارف يا محمد مين. ده أصل احنا قاعدين في الشارع يعني في موقع الحدث في كلية الآداب. انا كنت ماشي شفتكم بتسجلوا، قلت اسال سجلوا ايه حضراتكم؟ احنا والله احنا برنامج اسمه صوت الجامعة، تمام؟ هيكون عندنا كل اخبار اقسام كلية الآداب. يعني انت شايفنا دلوقتي قاعدين قدام الكلية وانت لقيتنا معانا، انت معدي كده. طب حضرتك مش تعرف ان ممنوع دخولك الكليه بالليل؟ يابا انت عارف ان ابويا صاحب الجامعة. انت عارف الكلمة دي. يا عم احمد نرجع تاني ولا لسه في ناس كتير هتقابلنا تاني في الطريق؟ ليش بقى استحملونا شوية. هنقعد بس 5 دقايق ونخلص. ماشي؟ ماشي. نرجع تاني. يا رب تكونوا استفدتوا بخبر يعني فقرة الاخبار اللي احنا قلناها، واستفدتوا ازاي تذاكروا. كان معانا عبد الرحمن نشكره جدا. دلوقتي معانا اخر فقرة وهي فقرة اتحاد الطلبة، وكلنا بنسأل يعني ايه اتحاد طلبة؟ فعلا يا احمد احنا من اول ما دخلنا الكلية يعني من 2 سنين ما كانش فيه اتحاد طلبة. علشان كده
هيكون معانا ومعاكم واحد من الاتحاد، هيعرفنا يعني ايه اتحاد طلبة، وهيعرفنا يعني ازاي الاتحاد بيتكون وازاي بيتصل. ومعانا دلوقتي تليفون نقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا محمد. مساء النور. معلش يا محمد، عرفنا بنفسك كده لمستمعينا. انا محمد صابر لطفي، امين عام اللجنه الرياضيه بكليه اداب ان شاء الله. تمام يا محمد، القسم بتاعك الفرقة؟ الفرقه الرابعه، قسم اجتماع، امين اللجنه الرياضيه. تمام. كنا عايزين يا محمد، احنا من اول ما دخلنا الكلية ديت ما سمعناش على حاجة اسمها اتحاد. كنا دايما بنسمعه ايام زمان اتحاد الطلبة ده مسؤول عن حاجات كتير قوي. تمام. بس احنا من اول ما دخلنا الكلية اول سنة دلوقتي نسمع كلمة اتحاد بتطبق فعلا. ايه هو الاتحاد يا محمد وشغله والجانو؟ عرفنا كده على الجانو والدنيا فيها ايه الاتحاد ده؟ الاتحاد في كذا لجنه، زي اللجنه الرياضيه، لجنه الجواز، لجنه الاسر والرحلات، لجنه ثقافيه، اللجنه العلميه. كل اللجان ديت ليها شغل معين، ليها اختصاصات معينه. كل لجنه من دول ليها امين وامين مساعد والاعضاء اللي تحتيهم. كلنا بنحب نساعد الطلبه وكلنا في خدمه الطلبه عموما. يعني اول سنه يتم انتخاب اتحاد شرعي في كليه اداب. تمام يا محمد. وجالنا احنا دلوقتي جالنا استفسار على صفحة الإذاعة اللي هي إذاعة راديو شباب مصر. تمام. وبيسأل تمام. الاتحاد يعني، وانت دلوقتي مندوب الاتحاد يعني عندنا في الإذاعة بتتكلم بصفته. الاتحاد ده قال ان هو هيعمل مذكرات في المواد. تمام. تمام. يعني لغاية دلوقتي مفيش حاجة على أرض الواقع، أو مفيش حد قال فعلا في مذكرة في مادة كذا بخصوص قسم كذا في الاتحاد. تمام. لا، هو فعلا هو حضرتك الوقت ضيق، ما لحقناش نعمل لكل اقسام. هو فعلا تم نشأة، احنا اجتمعنا وعملنا قسم اعلام مذكرات اللي هي فيها امتحانات السنوات اللي فاتت. طب الفرقة كام يا محمد بعد اذنك؟ انا في الفرقه الرابعه اجتماع. رابعة اجتماع انا بس؟ في الرابعه اجتماع تم يا فندم، عملنا مذكرات للفرقه الاولى والثانيه والثالثه اعلام. فرقه قسم اجتماع الفرقه الاولى والرابعه نزلنا الحمد لله المذكرات بتاعتها بالاسماء بتاعتها، بكل سؤال واجابته بصيغه الدكتور بنفس الاسئله بتاعت السنوات اللي فاتت. طيب بس هو الوقت مش مساعدنا بس. طب يا محمد، عشان الطلبة اللي انت الطلبة دلوقتي في الفرق، في الاقسام اللي انت لسه قايلها دلوقتي، يعني قسم اجتماع، قسم اعلام، الفرق اولى وثانيه وثالثه ورابعه اجتماع، دلوقتي الطلبة ديت بتسمعنا دلوقتي، عايزين يعرفوا المذكرات دي يجيبوها منين وبكام؟ مش المذكرات دي تجيبوها منين، احنا مش بنبيعها، هدايا مجانيه. اطلع مكتب الاتحاد اللي جاهزه دلوقتي قسم اعلان، قسم اجتماع خلاص ان شاء الله الاسبوع الجاي هتكون جاهزه. اما قسم اجتماع جهزت وفعلا الناس طلبه كتيره طلعوا المكتب وجابوها فعلا. بس احنا دلوقتي هو الوقت مش مكفينا لسه، قسم اللغه العربيه، قسم جغرافيا، قسم في اقسام كتيره ما لحقناش نعملها عشان بس الوقت ضيق. زي ما حضرتك عارف الامتحان خلاص فاضل لها بالظبط اقل من 14 يوم، أيوة. 14 يوم او 15 يوم بالظبط. تمام. طب المكتب ده مكانه فين بالظبط يا محمد؟ نعم؟ المكتب دوت مكانه فين بالظبط؟ نعم مش سامع. المكتب مكانه فين بالظبط؟ المكتب ان شاء الله في الدور الثالث، مكتب الاتحاد امام رئيس قسم اللغه الانجليزيه ان شاء الله. مبنى الشؤون يا محمد صح؟ نعم؟ مبنى الشؤون. صوت السؤال حسن. مبنى الشؤون يا محمد. ايوه مبنى الشؤون حضرتك الدور الثالث امام قسم رئيس قسم اللغه الانجليزيه ان شاء الله. تمام. طب ممكن تقول لنا رئيس الاتحاد اسمه ايه او فرقته كام أو كل حاجه عنه؟ اسمه طارق خالد، الفرقه الثالثه ورافيا. تمام. وهو انسان محترم جدا، واحنا كلنا بنعمل ده كله صالح الطالب من غير مقابل، يعني احنا بنشتغل من غير مقابل. في انشطه ان شاء الله من اول الاسبوع الجاي تم تحديدها، ممكن اقول لحضرتك. يا ريت يا محمد، يا ريت تقول لنا الانشطه اللي الاتحاد ناوي يعملها الايام الجايه باذن الله. ان شاء الله اولهم ان شاء الله يوم الاحد في حمله مضافه من كليه اداب ممكن يساهم فيها برضه الطلبه بتشترك معانا، احنا مش كل حاجه الاتحاد هيعملها. اكيد طبعا. الطلبه تشارك معانا، ده يوم الاحد ان شاء الله. يوم الثلاث والاربع في دوره كوره عاملينها اللي حضرها ان شاء الله الدكتور عماد مخيمر وكيل شؤون الطلاب ومجموعه من رعايه الشباب، وفيها ان شاء الله جوائز دي مجانيه من غير اي مقابل. دي احنا عاملينها كنشاط للكليه.
اول مره نشوف اتحاد بيعمل نشاطات. انت عارف السنين اللي فاتت ما كانش فيه اتحاد اصلا. ده بالنسبه للنشاط الرياضي. اما لسه في ايفنت هيتعمل ان شاء الله يوم الاربعاء، ده لازم حجز فيه، هو مجانا بس لازم نكتب الاسماء عشان نشوف هتعمل في قاعه، يتعمل مدرج، يتعمل في اي حاجه يعني تاخد الطلبه كلها. الايفنت يبقى ازاي تذاكر للدكتور ان شاء الله عماد مخيمر وكيل شؤون الطلاب. تمام. يوم الاربعاء باذن الله. لسه ما تحددش الميعاد التوقيت. يوم الاربعاء ان شاء الله، والناس تطلع ان شاء الله من يوم الاحد تسجل اسمها ومن غير مقابل، بس انا عشان نشوف بس المكان هياخد كام طالب وكده. ده مجانا. وان شاء الله في ساحه ادامه يتعمل مسابقه رسم، في ان كل واحد فينا امين لجنه معينه لينا خطه ماشيين عليها. تمام. طب انا يا محمد، انا دلوقتي عايز اوصل للاتحاد، عايز اوصل مثلا، انا عندي موهبه في التمثيل، حلو الكلام، مش عارف اروح فين يا محمد عشان اوصل الموهبه دي. تفتكر اروح فين؟ بص، احنا عندنا واحد مختص بالمسرح، اسره المسرح دي احنا بنعتني بيها جدا جدا جدا. هو كل يعني انا لجنه رياضيه، لو حد جه مش عندي مانع ان انا اساعده في اي لجنه ثانيه. تمام. مش شرط احنا كلنا كمسمى، بس ممكن واحد صاحبي في اللجنه الثقافيه حابب انه يشارك معايا، زي ما هيحصل ان شاء الله دوره الكوره دي، هتلاقي اللجنه الاجتماعيه، لجنه الاسر، لجنه الجواله، ده كله واقف جنبي عشان كلنا بنقف جنب بعض. تمام يا محمد. طب بالنسبه للرحلات، مفيش اي رحلات بينظمها الاتحاد؟ في رحلات هي طالعه، هي موجوده، بس احنا ما علناش عليها بشكل عام ان ايام الامتحانات. يعني في رحله شرم الشيخ ب 150 جنيه مثلا مدعمه من الجامعه، طالعه 4 ايام. في رحلات كتيره طالعه، بس الوقت ضيق دلوقتي. يعني احنا دلوقتي قابلنا الاتحاد كله ما كملش اسبوعين او 14 يوم 15 يوم، ما لحقناش حتى نفرض، ما لحقناش، احنا لفينا على المدرجات بسرعه كده، عرفنا نفسنا. طيب يا محمد، يعني المفروض ان شاء الله بقى الكلام او الخطه اللي انتوا حاطينها عشان تمشوا عليها ان شاء الله، المفروض تبدا من اول الترم الثاني، اول اسبوع في الترم الثاني، بحيث ان انتوا يعني في زي ما انت بتقول في رحلات 1 2 3 تخشوا وتعرفوا نفسيكوا وتعرفوا الرحلات ونظامها وايه المطلوب وايه المفروض يحصل واللي ايوه، ما هو ده كله مكتوب حضرتك في كراسه كده زي كشكول كبير ب8 ورقات، كل لجنه باسمائها بالخطه اللي هتمشي عليها، هتتوزع على طلبه مجاني. يعني كل حاجه مذكوره. المفروض مطلوب مثلا يعمل لجنه رياضيه محمد صابر ويعمل دوره كوره، هيعمل مسابقات، هيعمل جوائز، هيعمل مسابقه رياضيه، هيعمل كاري، هيعمل اي حد عنده موهبه يجي عندي في المكتب. كل ده مذكور في الكراسه ديت، هتتوزع على الطلبه ان شاء الله من بدايه الترم الثاني. ان شاء الله يا محمد. احنا طبعا بنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، وانكم انتوا تحققوا حاجات كتير كان نفسنا انها تتحقق في الكليه. ازاي نتواصل مع الدكاتره، ازاي نعرف ان احنا نشتكي، فاهمني؟ احنا تمام فاهمك. اي طالب عنده اي مشكله يجي لاي حد، مش شرط لي انا، اي حد. كان في مشاكل على الكتب ان ناس كتير قوي زحمه، رحنا وحليناها الحمد لله. كان في ناس من الاقسام الثانيه مثلا حبت تعمل اسره خاصه بيها عشان ما يقولش الاتحاد بيحتكر الكليه عشان السنه الجايه. لا، احنا مش بنحتكر حد، احنا فتحنا الحمد لله باب اللي عايز يقدم اي اسره، باب الاتحاد مفتوح، بس هتوافق موافقه للشروط. ايه ممكن نعرف الشروط يعني الواجب توفرها عشان الشروط اللي حضرتك هتقرا كراسه الشروط، اللي هو لازم اعضاء، عدد طلاب معين، يعني مثلا 100 او 150 يمضوا بارقام بطايقهم، باقسامهم، بارقام تليفوناتهم. هنديك احنا ورق اللي انت تملى فيه بيانات الاسره. تمام. ولازم تتبع الشروط اللي موجوده، انك انت ليك انشطه بعدد معين. مثلا السطر ده مطلوب منك انك تعمل 3 4 دورات، لازم تمشي على الشروط عشان ما يقولش مثلا الاتحاد احتكر او الاتحاد واخد الاسر بعد كده قدام. لا، احنا مش اسره، احنا كلنا مش اسره واحده، احنا كلنا في ناس داخله مستقلين انتخابات، في ناس تبع اسر، في ناس داخله مستقله، ناس داخله بشخصيتها بمعرفتها هي. اما احنا مش بنحتكر. الحمد لله في دلوقتي ناس من اقسام ثانيه قدمت اسر، واحنا مرحبين، احنا عايزين نشتغل في الكليه. تمام. الكليه دي تظهر يعني ان شاء الله. يعني يوم الاحد ده الساعه 8 الصبح هنكون في الكليه كلنا فرحانين، كلنا بننظف كليتنا، اول مره نشوف اتحاد منتخب شرعي من الكليه نفسها. واحنا من برنامجنا، برنامج صوت الجامعه يا محمد، بنوجه رساله لكل طلبه اداب ان هي تكون معاكم ان شاء الله الساعه 8 يوم الاحد عشان احنا ننظف كليتنا ان شاء الله. احنا عايزين الطلبه كلها تبقى معانا.
عشان تساعدنا، عشان ما فيش حد يقول الاتحاد دوت وحش. الاتحاد ده لو ما اتعبش فيه يبقى اتعب في الكليه كلها، ما اتعبش فينا احنا بس. احنا بنشتغل، مش عايزين حد اللي يدان ورانا، عايزين حد يشجعنا، الاتحاد يدينا حافز عشان نشتغل. فعلا يا محمد، ان شاء الله كله هيساعدك. واحنا هنا من خلال برنامجنا هنا، برنامج صوت الجامعة من راديو شباب مصر، احنا هنا تحت اي طلب سيادتك او الاسرة او الاتحاد عموما يطلبه، احنا هنا هنعلن عليه من خلال برنامجنا صوت الجامعة. انا احمد المحلاوي ومعايا محمد عز، هنعلن عليه من هنا، وان شاء الله ربنا يوفقه ويوفقك. يا رب يا فندم. واي حد عنده اي مشكله سواء من البرنامج اللي ناقشني فيه او من حضرتك كشخصيا شرفنا في مكتب الاتحاد، في اي مشكله ممكن حد يكون عنده مشكله مكسوف او محرج يكلمنا انا، تعالى حضرتك يقولها لك واحنا علينا ليه، احنا هننزل الجامعه. اي حد عنده مشكله في المصاريف حتى بتاعت الجامعه احنا هننزل، هنجيب له المصاريف بتاعته، هندفع له الكتب، ده كله مش بنجيبنا، احنا مش بنجبر على حد، ده كله حق الطالب، ده حقك. احنا اتحاد ممثلين الطلبه، ده كله حقك انت بتيجي تقول لي انا عايز حقي، انت مش بتشتمني، انت ده حقك. فعلا يا محمد ده حق الطالب، تمام. واحنا بنشكرك يا محمد على المداخله ديت. انا اتشرفت بحضرتك جدا جدا جدا، شكرا لكم. ربنا يخليك يا محمد، وكلنا وراكوا. عايز اي حاجه يعني، عايز توصل صوتك للطالب، لانك انت صعب انك انت توصل صوتك للطالب في مدرج في اكتر من 500 طالب في اخر محاضره. طبعا انتوا عانيتوا من المشكله دي. تمام. انتوا برضه ساعدونا من خلال البرنامج، تنزلوا واقعدوا معانا في الاتحاد. مش مكتب الاتحاد ده مش مكتب خاص بيا انا لوحدي، مكتب الاتحاد ده لكل الطلبه، عشان ما حدش يفكر احنا نخش نقعد فيه بس. لا، انت الطالب، انت من حقك المكتب ده، من حقك انت تخش فيه قبل مني، انت اللي جيت، انت اللي قعدتني في المكان ده. خش واقعد، وقتك فاضي تعالى خد مذكره تقرا فيها، عايز تروح المكتبه نوديك المكتبه، عايز تروح، ده حقك. احنا هي وسيله ان احنا بنجيب لك حقك، وده كله من غير مقابل. يعني احنا مش بناخد فلوس ولا بناخد اي حاجه من الاتحاد، احنا بنجيب حق الناس واحنا بنستمتع بوقتنا برضه. يعني احنا لو انا مش في الاتحاد مش هستمتع بوقتي، لا انا استمتع بوقتي ومعايا الطلبه برضه يشاركوني في فرحتي، في الكليه بتاعتي تكون نظيفه، في دورات كوره، في دورات تثقيفيه، في دورات تنشيطيه، في اي حاجه احنا بنبقى فرحانين كلنا بنشارك مع بعض. تمام يا محمد، احنا هنا من اذاعه راديو شباب مصر ومن برنامج صوت الجامعه بنوجه لك شكر، انا واحمد اخويا، تمام. وان شاء الله ربنا يوفقكم، واحنا وراكم وبندعمكم دايما ان شاء الله. وشكرا لكم جدا 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 على الحاجات الجميله اللي انتم بتقدموها في البرنامج، يا رب دايما كده في نجاح ان شاء الله. شكرا جدا يا محمد، شكرا ليك. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. الموضوع فيك مع اسماء ايهاب، الاربع من كل اسبوع الساعة 9 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر، صوت الجامعة مع محمد عز، يوم الجمعة من كل اسبوع. رجعنا لكم بعد الفاصل في برنامج صوت الجامعة على راديو شباب مصر مع احمد المحلاوي ومحمد عز. يا رب الحلقة تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها في ازاي تذاكروا، وازاي تعرفوا تخشوا في الاتحاد ان شاء الله في الانتخابات بتاعت السنة الجاية. ويا رب الاخبار اللي احنا جبناها عن جميع الاقسام تكون مفيدة ليكم. وهسيبكم مع محمد والشكر الخاص. فعلا يا احمد، انا عن نفسي انا استفدت من الاخبار بتاعت الاقسام التانية. انا فعلا عندي صحابي في الاقسام التانية اكيد بيسمعوني دلوقتي وهم استفادوا، وبعدين حتى الرسائل على الفيس موضحة الكلام ده، ان فعلا الناس استفادت، تمام. حتى في رسائل اتبعت لنا دلوقتي، في رسائل اتبعت لنا استفسارات. طبعا هنرد على الاستفسارات دي كلها الحلقة الجاية، هتكون معانا في اول حلقة هنرد عليها. اول حاجة احنا بنشكر ادارة اذاعة راديو شباب مصر المتمثلة في الباشمهندس سمير، انا بوجه له شكر خاص من مقدمين برنامج صوت الجامعة. انا واحمد بنوجه له شكر ان هو فعلا ادانا الفرصة ديت على الراديو. احنا بنوجه شكر دلوقتي لكل اللي ساهمنا في ان الحلقة تطلع بالمنظر ده. كان معانا اسلام جلال، كان قاعد على المكسر، جه مخصوص من هرية عشان يحضر معانا الحلقة دي، عشان يقف جنبنا. كان معانا ناس
فعلا الصحاب يا جماعة، الصحاب اللي تاني مرة بقولك الصحاب، لو عندك صاحب حافظ عليه، اوعى الايام تغيرك عليه، اوعى الايام تغيرك. برضو هنعمل فاصل اخير، بس قبل الفاصل الاخير ده بقى، قبل ما نودعكم هنشكر بقى شكر خاص كده بسرعة لكل فريق الاعداد. سمر من قسم التاريخ، بسمة صديق من قسم علم النفس، اسراء الشوافي من قسم علم النفس برضه، آية يوسف من قسم اللغة العربية، ريهام مجدي من قسم انجليزي، اسماء خالد من قسم اجتماع. نروح بقى لقسم جغرافيا بسرعة. كان عندنا اسراء حمد الفرقة الثانية، سلمى الفرقة الثالثة، هايدي الفرقة الثالثة استشعار، ندى شعبة عامة، مروة احمد فرقة رابعة. شكر خاص برضه لاسلام جلال، هو معانا كده يعني ايه، انا هاجي معاكم كده طبعا انتوا فاهمين، انا هاجي معاكم كده. استنونا ان شاء الله يوم الجمعة الجاية في برنامج صوت الجامعة من 7 ل 9 مع احمد المحلاوي ومحمد عز. استنونا. شكرا.